السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي الكريمات، مرحبا بالجميع. إن شاء الله نلقاكم بهذا الفيديو على خير وصحة وسلامة يا رب العالمين. نرحب كل أخواتي اللي دخلوا جدد، أهلا وسهلا بكم، واللي مازالوا ما دخلوش نقولهم فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي، خاصة قبل هذا الشهر الفاضل راح أكيد نحط لكم يعني بإذن الله وصفات جديدة ويعني مجربة وناجحة بإذن الله. أخواتي اللي كانوا معايا من قبل ثاني راكم في داركم قناتكم، وإن شاء الله تكونوا يعني تتمتعوا بهذه الوصفة هذه. جبت لكم هذا التارت تاع تفاح، تقلشوا بها رواحكم قبل الشهر الفاضل باش تنحيو السخفة، فهمتوا؟ نبداو كيما نقولوا حنا على بركة الله بتحضير الوصفة. المقادير: عندنا 2 بيضات بحرارة المطبخ كيما راكم تشوفوا، يعني 2 بيضات متوسطي الحجم. عندنا الزبدة، عندنا سكر، عندنا زيت، عندنا فارينة، عندنا خميرة، لافاني، وكيما العادة نكسروا البيضات البنات، ومن بعد راح نضيفوا لهم رشة تاع ملح لتعديل الأذواق. دايما راح نخلطوا البيضات هذو ونضيفوا لهم السكر حوالي 100 غرام، يعني حوالي يعني بالمغارف 4 مغارف كبار، يعني بومبي تاع يعني المغارف الأكل. نزيدوا لهم هنايا ملعقة صغيرة معمرة تاع لافاني، ونخلطوا دايما كما راكم تشوفوا حتى يذوب هذاك السكر. وراح نضيفوا 50 غرام تاع مارغرين ولا زبدة ولا اللي عندكم، يعني ملعقة كبيرة كما راكم تشوفوا بالميزان 50 غرام. نحركوها مليح حتى تذوب، راهي ثاني بحرارة المطبخ، محبيتش نذوبها يعني نقلبها سائلة باش تجيني القوام مليح تاع لا تارت. 50 غرام ولا 50 مليلتر تاع زيت، ولا ربع كاس تاع 220 مليلتر كما راكم تشوفوا. نخلطوا مليح ومن بعد راح نضيفوا الفارينة هي الاخرى. نضيفوا بشويه حتى نتحصلوا العجينه طريه، ثم نضيفوا كميه تاع نص كيس تاع خميره، يعني 5 غرام نتاع خميره الحلويات كما راكم تشوفوا. كميه مش بزاف عليها، ما درناش الخميره يعني مش راح نحتاجوها، تطلع لنا هذه العجينه باش تجي سهله برك. نخلطوا مليح الفارينة، نضيفوا بشوي حتى نتحصلوا العجينه طريه، حوالي 340 غرام بالميزان. وهي يعني عينكم هي ميزانكم. نضيفوا بشويه البنات الفارينه راهي مغربله، يعني لازم تكون مغربله باش تجينا يعني الكيكه تاعنا هشه. اللي وصلت حتى لهنا وما دارش جام رجاء اختي كريمه ديري البصمه تاعك وحطي تعليق محفز، بارطاجي مع حباباتك يعني واللي تعرفيهم هكذا باش توصل الوصفه لاكبر عدد ممكن من الاخر. نبقاو نضيفوا في الفارينه بشويه حتى نتحصلوا على العجينه طريه، دوك تشوفوا القوام تاعها. ومن بعد رايحين تبعوا برك حتى الاخر اخواتي الكريمات، وتشوفوا كيفاش رايحين نديروا العجينه هذه. بعد ما نتحصلوا عليها رايحين نص منها، مش نص، ثلث منها نديروه في الكونجيلاتور حوالي نص ساعه ولا 20 دقيقه، والنص الاخر رايحين نقرصوه في مول، نديروا فيه بابي كويسون يعني على حساب القاعده، نقطعوه يعني دائري، نحطوه في القاعده تاع المول هذاك باش نضمنوا ما تلصقش معنا، ونقرصوها ثم ما يشخشينا ومايش يعني رقيقه. دوك تشوفوا بعينيكم يعني تبعوا حتى الاخر برك. دوك نشوفوا القوام تاع العجينه واش يعني طري. درك نخبيو هذا الطرف في كيس ونحطوه في الثلاجه باش يعني يجمد، ونكمل نقرص انا هذيك العجينه في المول هذا. قلت لكم من 20 24 سنتيمتر القطر تاعو، ومن بعد نحطوه في الثلاجة ثاني يبرد هذاك المول مع العجينة. نوجدو الحشو اللي راح ثاني نضيفوه لا كريم باتيسير اللي راح نوجدوها مع بعضنا. درت 3 حبات تفاح البنات، كونوا يعني حبات متوسطة نقشرهم ونقطعهم هكذا مكعبات صغيرة، نحطهم في طاوة، نعصر عليهم حبة تاع قارص. شوفوا البنات هذا القارص اللي وجدناه مع بعضنا عنده أكثر من شهر، درتو بالبابي فيلم ومن بعد بابي ألمنيوم وحطيته في الثلاجة لتحت. والله العظيم ما تحركتلو شعرة، ما كيما نقولوا ما راح ما جا، بقى كيما جديد الله يبارك روعة. نعصر حبة قارص ونحطو على النار حوالي 2 دقايق ولا 3 برك، قيس ما ينشف هذاك القارص معنا وشوية يطرى معنا التفاح. نخليوه يبرد جانبا ونروحو نوجدو لا كريم باتيسير اللي رايحين نوجدوها
مع بعضنا كيما راكم تشوفون نعمرو بها لاطارت. نديرو زوج بيضات كيما راكم تشوفون، نديرو هكذا 3 ملاعق نتاع سكر، ونديرو 3 ملاعق نتاع نشا، ملعقة تاع لافاني، الحليب نديرو حوالي 500 غرام ولا 500 مليلتر. كي تحبوا توزنوا البنات بالغرام تحطوا الإناء فوق الميزان وتعمروا، يكتب لكم 500 غرام ولا نفس الشيء 500 مليلتر اللي هي نص لتر تاع حليب. هنا درنا 3 ملاعق تاع نشا كيما راكم تشوفوا، ونخلطهم مليح مليح حتى يعني يذوب هذاك النشا بارد في بارد. الحليب قلت لكم نصف لتر، ومن بعد نحطوه على النار هكذا حتى نتحصلوا على داك القوام الكريمي. من بعد نحيوه ونفرغوا فيه هذاك الاخر التفاح اللي درناه في العصير تاع ليمون، عصرنا فيه حبه تاع قارص وحطيناه ثاني في النار حوالي 2 ولا 3 دقائق ونحيوه. بعد راح نفرغوه في هذه الكريمه اللي تحصلنا عليها. هاي المهم المقطع راه تحذف هنايا. كبيت هذاك الخليط نتاع التفاح مع الكريم باتيسير فوق لاطارت، يعني بعد ما جبتها من الثلاجة. هنايا ذريت فوقها شوية تاع لوز مرحي يعني. ومن بعد هذيك العجينة جبتها من الكونجيلاتور ورابيتها هكذا في الخشين، ونروح نلوحها في الفور مسخن حوالي 160 درجة مئوية، حوالي نقولوا ساعة غير ربع هي طيب. نشعللها من تحت ومن بعد نشعللها من فوق حتى نتحصل على هذاك اللون الذهبي. نرش عليها شوية سكر غلاس كيما راكم تشوفوا، نقطعوها. ما شاء الله جاتها روعة. جربوا الوصفة البنات، والله العظيم غير بنة. قلت لكم قلشوا بها رواحكم قبل الشهر الفضيل. نحيو السخفة، نحيو لوليداتكم السخفة بنة والله. هذيك تاع الكريم باتيسير مع اللوز مع كيما نقولوا حنا سكر غلاس جات هايلة هايلة. قرمشة تاع العجينة روعة يعني. جربوها أكيد راح تعجبكم، يعني أنا ننصحكم تجربوها. شوفوا الله يبارك القوام والبنة روعة. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وصفة جديدة. إلى الملتقى. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.